ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هقول لكم وصفه حلوه قوي، وصفه طبيعيه بديل البروتين للشعر. بتنعم الشعر جدا وبتغذيه. حلوه قوي فعلا. لو جربتيها مش هتقدري تستغني عنها، وطريقتها سهله قوي في البيت. اول حاجه هنعمل ايه؟ جبت 4 معالق من الرز. يبقى اول حاجه هجيب 4 معالق من الرز، وهنزل على ال4 معالق دول بكوبايه من الميه، وهسيبهم يستووا كويس قوي. بعد كده هضربهم في الكبه كويس قوي، يعني دول هحط عليهم كوبايه ميه واسيبهم لحد ما يستووا كويس قوي. انا سبتهم لحد ما استووا وضربتهم في الكبه. بصوا، ضربتهم كويس قوي بالشكل ده. ماشي. دلوقتي بقى لو ما اشتركتيش لسه في القناه انزلي اشتركي، ودوسي لايك وتعالي يلا كملي الوصفه. بصوا ضربتها كويس حلوه قوي. هعمل ايه بقى؟ هنزل على المكون ده بمعلقه من النشا، واقلب كويس قوي، وهنزل عليهم بنص كوبايه من الميه. ماشي. وهقلب الخليط ده كويس قوي بالشكل ده. هقلبهم حلو قوي، وهرفعهم على نار هاديه جدا لحد ما تديني قوام كريمي معايا. يعني دلوقتي هرفعهم على نار هاديه لحد ما يديني قوام كريمي، وهقول لكم بقى هنعمل ايه. حطيتهم على النار وادوني القوام ده القوام اللي انا عايزاه. ماشي. هعمل ايه بقى؟ القوام ده لازم اسيبه يبرد. ماشي. واول ما يبرد معايا هحط اي نوع زيت انت تفضليه، اي زيت زيتون، اي زيت انت بتحبي تحطيه على شعرك هتضيفيه عليه، اي نوع انت بتحبيه. انا بعد ما يهدى هحط عليه ايه؟ زيت زيتون. هنزل عليهم بزيت زيتون لحد ما يبرد. وبعد كده اهو هتعملي ايه؟ هتسرحي الشعر كويس قوي، تفرديه وتجيبي خصله خصله، وتروحي جايه حاطه عليها السائل ده بس بعد ما يبرد، وحطيتي الزيت بتاعك. ماشي. ودهني اكنك بتحطي بروتين بالظبط، من اول الشعر لحد الاطراف كده في كل الخصل وهو مفرود. ماشي. وهتسيبيه ساعه، وبعد كده اهو اغسلي شعرك كويس قوي بشامبو طبي. ماشي. الطريقه دي حلوه قوي، هتديكي بروتين، هتفرد الشعر حلوه قوي، هتدمنيها تحفه. بصوا، الطريقه دي هتعمليها مرتين في الاسبوع بس، مرتين في الاسبوع، وهتشوفي الشعر زي الحرير.